امي ايه يا كوكو؟ عامل زي مش عارف عاجبك ولا ايه؟ ارفع ايدك كده. تمام، وريني الكتف التاني. اكيد مش هيكون كتف اكبر من كتف، هما اتنين نفس المقاس. وانتوا متخلفين. حضرتك دي انسانه شبهنا باتنين عين، فانت لما تيجي تغمي تغمي كده، مش المسيح الدجاله تغمي عين واحده. ثانك يو. دي شخة عصافير دي، عشان الناس اللي بتسأل دي شخة عصفور. اوكي. طب اخواتي جاي لكم النهارده بجوله تيك توكيه عشوائيه، هنعمل اكتر ترندات التيك توك الفتره دي، فمش هنطول في المقدمه، هنخش على طول. فما تنساش انك تكمل الفيديو للاخر علشان هتتبسط. كل ثانيه انت هتشوفها هتبسطك وتضحكك اكتر من الثانيه اللي قبلها. وما تنساش انك تشترك في القناه عشان تشجعني انا شخصيا ان انا انزل فيديوز اكتر الفترات الجايه دي واطور من المحتوى بتاعي. وما تنساش انك تعمل لايك الفيديو ده لو عجبك عشان ينتشر ويظهر لناس تانية اكتر، وتكتب كومنت تحت رايك في الفيديو، في حته مش عاجباك حاجه عاوز تعدلها وكده، نصيحه. بس يلا بينا ندخل في فيديو النهارده. حبيبي، قلبي انت الفرحة الوحيدة اللي في حياتي. انت نص الحلو. لا، ليه لا؟ انت الحلو كله. السلام السلام. دمتم سالمين. وانت من اهله يا ست الكل. خدي يا عم، خدي يا عم. استعدت بقى يا دين امي ايه يا كوكو؟ عامل زي مش عارف عاجبك ولا ايه؟ يا جماعة انا كنت عند حلاق عشان يطلع ترند ويستخف بدمه وبيركب على قفاه ترند. راح شلفط لك عاجبك كده. سبك لي حواجبي وانا كنت بحلق وقال لي، قلت له ما تعملهاش. هو سمع في اللايف ان بنت قالت ما عملتش حواجبك ليه، فهو حب ياخد لقطة. لا، لقطتك دي تاخدها على نفسك. طب ما انا اعتقد ان الصبغه دي لما تيجي تعملها فانت بتعملها فبتجيب فويل فبتلفه عشان تطبع وكده، فانت المفروض عامل ده كله، ولا دي صبغه اسود؟ المهم روح غير وشك اللي متشلفط ده. انا رحت قدمت تبع القس اللي هو فيه بلاغ، اقسم بالله وما هسكت على اللي حصل في حواجبي ده. تخيل كده هو راح للظابط بيقول له انا انا عايز اعمل بلاغ على واحد صبغ لي حواجبي. العيله دي مش ناويه تهدى، مش ناويه تجيبها لبر خالص. وعملت فيه بلاغ وربنا وخدت بعضي ومشيت عادي يعني، بس عشان انا قلت له ما تعمليش حواجبي. وانا من امتى بعمل حواجبي اصلا؟ وخدت اقراء قانوني عشان مش هرد على حد. انا تعبت اصلا خلاص، اقسم بالله تعبت، وشكلي هعتذر السوشيال ميديا دي خالص اصلا عشان اللي بيحصل ده حرام وربنا يبقى احسن قرار انت خدته في حياتك، ويا ريت تاخد باقي العيله معاك. ترموا التليفونات ويعني تفككوا من الجو ده، يعني يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. اسلام. ماله؟ اسلام فوزي مين؟ بتاع التيك توك اللي بيعمل اكت كده. دمتم سالمين. وانت من اهله، بس فين الحكمه؟ يعني انت يعني هو اسلام فوزي بقى حكمه من حكم فاطمه؟ يا جماعة، انا بقى سبتكوا تتكلموا عليا كتير لحد ما خلاص بقى يعني طفح الكيل. اصل انتي خطافة رجالة، اصل انا شوية هلاقيها مع بابا، اصل انا شوية هلاقيها مع اخويا، اصل انا مش عارف ايه. جماعة ليه؟ خدت منكوا ايه؟ شفت مني ايه؟ ولا اي حاجة. سيف اصغر مني، واخويا الصغير، وانا وهو مفيش ما بيننا اي حاجة، مش بالسن. وتقريبا نفس الكلام مع حبيبة. يعني اللي انا اعرفه منه ان هما الاتنين صحاب، وتقريبا برضو حبيبة اكبر منه، وهما الاتنين مفيش ما بينهم حاجة. لا بس هو بيحب حبيبه كله عارف، وهي بتحبه. كملي يا استاذ حبيبه. و اتكلمتوا على مين تاني؟ قلتوا يوسف وروان. يوسف ده مش عايزه اقول سنه عشان هو مش بيحب كده، بس يوسف ده يعني مثلا ممكن نحطه في خانة الابن، يعني ممكن يبقى ايه ابني. ايه انتوا فاهميني؟ وروان اكبر منه برضو، ف مش فاهماكم. استاذه حبيبه مش بالسن. وشهاب ايوه بقى. انا ما خطفتوش من حد،
والبنت اللي بتكلم حد خاطب او مرتبط بنقول عليها ايه يا بنات؟ لا، ما بنقولش عليها حاجة عشان شاب ولا خاطب ولا مرتبط ولا اي حاجة. ومحدش عرفنا على بعض، يعني احنا اتقابلنا في كذا مرة في شغل ومعرفش ايه بتاع ايه، فاحنا بقينا صحاب. فليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان أنا مثلا ما بطلعش بتكلم، عشان مثلا ما بطلعش ابرر، عشان مش كل ما بتمسكوا في حاجة بطلع اقول لكم لا يا جماعة ده الصح، لا يا جماعة ده الغلط، لا اصلا انا مش بعمل كده، لا اصلا انا بعمل كذا. فيا جماعة اتمنى تفهموني، وانا ولا خطفت رجالة ولا بخطف حد من حد، ودول اخواتي الصغيرين، وشهاب صاحبي ويعز عليا. شاب صاحبي شيبة كرفت لك. إيه يا أستاذة حبيبة، كل حاجة واضحة مش محتاجة تبرير ولا توضيح. ويعني لو سمحت عايزه افصل الفستان ده على مقاسي، بس انا مستعجله عليه، عايزه استلمه خلال يومين. بعدين ورا الشجرة دي هناك وواقف، أنا هاجي أخد مقاساتك وكده يعني شوف حتى كشك افتح فيه، لكن في الشركة مش هينفع، ده حتى أنت خياط يعني. عايزه اخد مقاساتي بسرعه عشان مستعجله. تمام، ارفعي ايدك كده. تمام، وريني الكتف التاني. أكيد مش هيكون كتف أكبر من كتف، هما اتنين نفس المقاس، وأنتوا متخلفين. تمام، ناخد طول الفستان بقى. ماشي تمام. مش هوصيك يا محمد ظبط لها الفستان. انا عايزاك تظبطه قوي، انا هلبس الفستان ده في خطوبتي. تمام. هو الأخ اللي هناك ده في غير زيادة كده يعني، هو العريس ولا حد؟ ناخد مقاس الوسط بقى، ارفعي ايدك. بقول لك ايه، انا عايزاك تظبط لي الوسط كويس قوي. تمام. انت قلت لي عايزه الفستان امتى؟ احنا عايزينه كمان يومين بالظبط. احنا هنجيلك كمان يومين بالظبط يكون خلص. تمام. تمام. يلا يا ماما، يلا يا حسين. هو ما كانش ينفع يا جماعه ناخد المقاسات دي في حته تانية؟ اشمعنى الحته دي يعني؟ مش فاهم. في ايه يا حسين؟ كلام صح منطقي، يعني مكان في الشارع وسط ناس مش هينفع، والخياط أصلا مكان وحش يعني. طب ليه؟ ده ترز العيله وبنتعامل معاه بقالنا سنين، وبعدين ايده يتلف في حرير، فوق بقى كل ده سعره رخيص قوي. يعني انت بتدوري على الرخص وكمان تخلي ياخد لك المقاسات على جسمك راجل مش ست؟ هو الموضوع مش كده يا حسام، يعني ما تكبرش الموضوع. وبعدين بصراحه فاضل على الفرح 3 ايام، وانا مش هبقى ضامنه حد غيره، هروح بقى لحد تاني غريب وافضل ادور، وفي الاخر تطلع الحاجه مش كويسه وما يبقاش عندي وقت اظبطها واصلحها. بس صدعتينا، وانت عم الغيران بس فوق، ده تمثيل انا اسفين. Wow, what has this guy got right here? Hello, sir. What is this? I want to buy. Ek. What the hell is he so angry at? What are you showing at? I want to buy. يعني مبدئيا انا مش عارف ده اصلا، بس نصيحه اخويه من واحد انت ما تعرفوش ولا تسمع وجوده، ما تاكلش حاجه من الهند ابدا. I want to buy egg, please. Egg. I want to buy. Buy. I want to buy. I want to buy the food. ده بيتكلم في حوار، ده بيتكلم في حوار، ده كأنه صدعنا. Okay, thank you. دي شخة عصافير دي، عشان الناس اللي بتسأل، دي شخة عصفور. Okay. عصفور، فدي شخة عصافير. You happy? I think he's happier now. I don't know why he's getting angry again. He's so angry. جرب. Oh, anyway. Okay. Here you go. Enjoy. هو اصلا ما قدرش يجربه، اللي هو ايه القرف ده، شكله اصلا مقرف فشخ. مفاجأة. حذري انا مين؟ والله لسه جاية من المدرسة تعبان. حضرتك دي انسانه شبهنا باتنين عين، فانت لما تيجي تغمي كده، مش المسيح الدجال هتغمي عين واحده. يا ريت نركز في السيناريو. ازاي بس يا جوجي؟ هتعرفيني من صوتي اكيد. عيب عليكي بقى. مش غريب عليا، بس والله تعبانة. لا يا جوجي كده هزعل، لازم تعرفيني، خمني شوية. والله تعبانة من المدرسة، اعمل ايه يعني؟ كده يا جوجي على فكرة انا زعلت منك، انا نغم مرات ابوكي ينفع كده؟ مش عارفة مرات ابوكي. صوتي معلش والله تعبانة. ماشي ولا يهمك، انت لسه راجعة من المدرسة طبعا جعانة صح؟ ايوه. انا هروح اعمل لك شوية اكل تحفة، فيه جوه رز وفراخ، ايه رأيك؟ ماشي. يلا يا حبيبتي اشربي. انا نسيت العصير يا جودي. اشربي يا حبيبتي، العصير عجبك؟ طب اشربي يا قلبي. طب انت مالك، عجبها ولا لا؟ ما هي مش ترياق، فكده هجيبها. انت انا عارفه انك بتحبي العصير ده صح؟ صدقي طعمه حلو قوي. اشربي. عملتي ايه في المدرسه النهارده يا جودي؟ الميس عملتنا حلو اللي هي بتاعت الارض.
طيب يا حبيبتي اشربي يلا. اشربي اشربي ما بتشرب خدها رضعيها بالمره. كده اشربي. ايه يا مرات بقى كنت هتخنقيني. لا مش قصدي اخنقك يا حبيبتي، انا بس بشربك عشان عارفه انك بتحبيه. بصي انا مش عايزه رز والفراخ، انا عايزه رز ولحمه. حاضر من عيني، هعمل لك احلى رز ولحمه بس اشربي الاول. ماشي. طب ليه التعبه؟ ليه تتعبي نفسك وتجيبي دي وفي الاخر تموتي انتي؟ في الاكل حط اللي انت كنت حاطاه ده، بس جيبي باودر بعد كده. في ايه يا جوزي مالك؟ شربت سم، اللي هو السم لسه بياخد وقت وينتشر وبتاع، فانتوا عندكم في بتوع التيك توك اللي هو تشرب سم تموت. هو العصير ده في حاجه؟ لا في حاجه ايه؟ اكيد مفيهوش حاجه يا حبيبتي، اشربي مفيش حاجه. لا تلاقيكي عشان جعانه، بس دلوقتي هعمل لك اكل. اشربي. مالك يا جودي؟ بطني. حاسه بايه؟ قولي لي. بطني. مالك يا جودي؟ مالك بس؟ جودي ماتت وماسكه الازازه كده، ماتت ميته. مالك يا حبيبتي؟ يا جودي الحقوني يا ناس، الحقوني بنتي يا جودي. مش هجيب جزء تاني عشان مش مستغني عن بتوعي. ما كانش ده وعدك ليا. مش هي دي؟ انا حامل يا جماعه. إيه مش المفروض كانت تبقى شرطتين زمان ولا ده جديد؟ في شرطه تانية دي اهي، او الشرطتين دول بيبقوا حامل. انا حامل. انت اكيد والله بنهزر. لا انا حامل. خلاص بقى وصلنا اخر حلقه في المسلسل، وهنجيب حته ميدو بقى صغير يا لهوي، هنجيب ميدو صغير يقرفنا بقى، يعيش نفس التجربه دي سنين قدام. نكنسل الموضوع. الكلام ده يحصل ورا الكاميرا عادي يعني، مش لازم قدامنا، مش لازم تشغلوا المشاعر اللي في عيلتنا، مش لازم. ايه رايكم في الجلابيه؟ حته موت. لا يا اسطى عيب انت بتصور، عيب مش قدام الكاميرا. يعني هنا في سماسيم صغنن؟ للاسف هيقرفنا بعد كده. هو ده بيت صغنن؟ انا حامل. ما تسألي السبع اللي وراك، طب انت اكيد اتجوزت، يبقى هتروح دريم بارك. ما بالعقل يا جدعان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبك برضو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان ينتشر ويظهر للناس اكتر واكتر. وبس اشوفكم ان شاء الله في فيديو الاكل جاي جديد، وسلام.